الفلوس خرجت عليا، شتت ليا داري وزلعت ليا عشي وفرقتني مع ولادي. وياك يا اختي وياكي ديري هادشي اللي درت انا نوال مزوجه وعندي زوج ديال الوليدات. كان عندنا محل انا وراجلي كنديروا فيه البيع والشراء ديال الاثواب. كان كلشي غادي مزيان، كنا غاديين بخير في حياتنا، واخا داك الدخل عندنا كان قليل ولكن كان كلشي بخير. من بعدها فكرت انا وراجلي وقلنا علاش لا نوسعوا التجاره ديالنا ونكبروها وما نخليوهاش غير هكا ونزيدوا في هذا المحل هذا. وفي ديك الساعه قررنا باش ناخذوا واحد السلاف باش نقدروا اننا نوسعوا هاد التجاره هذه ونزيدوا نكملوا عليها. مشينا لعند دوك الوكالات اللي تيمنحوا القروض وخدينا من عندهم 6 ديال المليون، هو 3 وانا 3، وما عطاونا هاد 6 المليون حتى درنا الكاغيط ديال الدار كضمانه عندهم والمحل حتى هو. اما بالنسبه للزياده اللي زادوا علينا بزاف، خصنا نردوا لهم 9 المليون و120 الف ريال. شدينا الفلوس وبدينا في الخدمه وزدنا السلعه في المحل، ولكن واخا هكاك الامور ما كانتش غاديه مزيان. ولا كيجي الشهر خصنا نخلصوا 3000 درهم ديال القرض وعاد كرا ديال المحل وعاد ماكلتنا وشربنا، وزادت ازمات الامور كتر ما كانت عليها في الاول. هاد الفلوس كانت فلوس الربا وربي ما كانش بارك لينا فيهم، والامور ديالنا عامه غاديه تتكفس نهار على نهار، لدرجه اننا كنبيعوا السلعه والفلوس ما كيبغوش يتجمعوا لينا، ما كنعرفوش شنو كيوقع لينا، شي حاجه غريبه بزاف. ولات عندنا مشاكل، وليت انا وراجلي بالدباس صباح وعشيه في كل وقت، ولا كيلحق علينا الشهر وما كنقدروش نخلصوا هذوك الفلوس اللي خصنا نعطوهم في الشهر. ولينا كنلتجئوا الناس وكنتسلفوا من عندهم وبزاف ديال الحاجات، حياتنا ولات عذاب في عذاب. ولينا خايفين اننا شي نهار ما نخلصوش ويجيو يديو لينا دارنا. ولا راجلي كيقول لي انتي السبب وانتي اللي اقترحتي هذه الفكره، وليت انا تنقول ليه انت السبب هادشي كامل، انت اللي قلتي ما عرفتش غندير مع هذا المحل. ولينا كنردوا اللوم على بعضياتنا حتى وصلت من الدرجه اننا ولينا في صداع الصباح وفي العشيه. من بعدها عرفت بان فلوس الربا هي اللي دارت لنا هادشي كامل، وبان ربي ماشي غير ناض وصانا نبعدوا من الربا. زاد الصداع كبر وتفارقت انا وراجلي، هزيت وليداتي ومشيت لعند دارنا لعند والديا. اما بالنسبه لي هو باع السارود ديال المحل ورد ليهم فلوسهم باش ما تمشي ليناش الدار. خدينا الفلوس باش نكبروا روسنا ونديروا مشروع، الساعه رجعنا 0 درهم ورجعنا من الصفر. راجلي جا لعندي وطلبني وقال لي نرجعوا مع بعضياتنا، وفعلا رجعت انا وياه، ولكن شي حاجه تبدلات في حياتنا وهو رجع كيخدم بالجورني عند الناس. هذه نصيحه عن تجربه ليك اختي وليك اخويا، وياكم نتوما وياكم شي نهار تهزوا فلوس ديال القرض وتهزوا فلوس ديال الربا، راه ربي ما كيباركش فيها وكتدمر لينا حياتنا وكتردنا غير اللور. انا كنطلب الله صباح وعشيه ان ربي يسمح لينا على هذا الشيء اللي درنا اللي ما كانش خصو يدار.